من المثقفين، من الفنانين، من الشعراء. فهذا الشيء اللي شو اسمه. يعني بالنسبة للنوايا الحسنة، يعني نحب يعني تفسر لنا أكثر. النوايا الحسنة هي عمل إنساني، عمل إنساني، الترابط ما بين الشعوب، وما بين يعني احتفالات إنسانية. نعم. كعمل إنساني. لأنه علاش سألتك السؤال هذا دكتور؟ لأنه اليوم ولينا نشوفه موجود من قبل، لكن نشوفوه أكثر حدة في أوطاننا العربية. هذه التفرقة، هذه الطائفية، هذه التناحر ما بين في أبناء نفس البلد، وأحيانا نفس الجهة أو نفس المدينة ونفس القرية. يعني ربما أصبح يحاربوك في هيك شغلة في دينك، في الدين الإسلامي أصبح شيعي سني أقسم الأديان، مسيحي مسلم، هذه جنوبي شمالي، هذا أولها، هذه بلادها بالدين، بعدين أصبحت في داخل الوطن، هذا من الشمال هذا من الجنوب، هذا الجهل. هذا من الثقافة. لما يكون الناس المثقفين لهم دور، الدين ماهوش ملك شخص، ما خبرك شخص معين، هو ملك كل واحد وشخصيته، حر بدينه. نعم. ما بينه وبين ربه، كما تفضل نعم. صديقنا، انه الدين انا بينه وبين ربي، ما تدخلش الدين ما بين بالسياسي. الاحزاب يعني الاحزاب السياسيه تدخل فيها الدين. هذه مشكله من مشاكل من العالم. نعم. شكرا دكتور. وانا برجع بشكر تونس، هي مناره الثقافه، والشعب التونسي مبدع بكل شيء، وأسعدتينا بالصوت الحلو، بالكلام الحلو.